الملوخية. واحدة من أشهر الأكلات الموجودة في المطبخ المصري، بل وأعرقها وأقدمها كمان، واللي بقت جزء لا يتجزأ من أصل التراث والتاريخ بتاع الشعب المصري. مفيش بيت في مصر إلا والطبق ده لازم يتعمل فيه كل أسبوع أو كل شهر على الأقل مثلا مرة أو مرتين. ومفيش سائح أو واحد جه يزور مصر إلا وكانت من ضمن الخطط اللي هو حاططها لنفسه ان هو لازم يجرب طبق الملوخيه ده. ما ينفعش يعدي على مصر من غير ما يدوقه. لونها الاخضر المميز بيخليها كده منوره وسط السفره بتاعت الاكل، وريحتها وريحه الطشه بتاعتها بيخليها كده حاجه مميزه وحاجه رائعه في وسط الاكل بتاع العزومه مثلا. بس للاسف ما كنتش تعرف ان محبوبه ومعشوقه الجماهير المصريه رقم واحد طلعت حرام. ايوه للاسف زي ما سمعت كده الملوخيه حرام. بس في الاول خلينا نتكلم او نرجع بالزمن لورا قوي 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 عشان نرجع ونشوف ايه اصل نبات الملوخيه او اكله الملوخيه دي من الاساس. المهم بعد ما رجعنا لايام الفراعنه كان في ساعتها روايات واقاويل واحاديث بتقول كلمه ملوخيه او مسمى ملوخيه جايه من كلمه ملوكيه، واللي معناها ما يخص العائله الملكيه او الحاجه التابعه للعائله الملكيه. الاسطوره بتقول ان كان في حاكم مصر قديم كان تعبان في فتره من الفترات، وده كان في القرن العاشر الميلادي، فهم جابوا له حساء لونه اخضر غريب ما كان اول مره الناس تشوفه. فالحساء ده يعني على عكس المتوقع ساعده ان هو يرجع لعافيته ويستعيد يعني صحته من اول وجديد. ساعتها الحاكم والباع بتوعه والحاشيه بتاعته انبهروا جدا من الحساء ده، وقالوا يعني ازاي في نبات ممكن يخلي الواحد يستعيد عافيته بالطريقه دي. المهم بعد ما انبهر الحاكم بالنبات العجيب ده وطعمه كمان كان هو استحب طعمه شويه، قال لا ده لازم يكون حاجه خاصه بالعائله الملكيه يا ابني، حطولي في القائمه بتاعت ممتلكات العائله الملكيه، بس ده بتاعنا من الاخر. فيما بعد بقى لو كملنا في تاريخ الاكل او المطبخ المصري بشكل عام هنلاقي ان الاطباق المصريين زمان كانوا بيعملوها او عايشين عليها هي نفس الاطباق اللي موجوده دلوقتي في الثقافه المصريه او في العادات والتقاليد والاطباق المصريه اللي موجوده دلوقتي، وهو ببساطه الاكل المحلي. يعني مثلا مفهوم الاكل المحلي كان هو الحاجه اللي بتزرع على ضفاف النيل زمان، واللي كان بيتزرع على ضفاف النيل زمان هو الفول والملوخيه، نفس اللي بيحصل دلوقتي. من اكتر حاجات شعبيه في المطبخ المصري او من اكتر اطباق اللي بتتعمل على مدار الاسبوع مثلا في اي بيت مصري هو الفول والملوخيه. فده اللي بيطبق نظريه ان الملوخيه فعلا كانت موجوده وكانت بتزرع زمان عندنا هنا في مصر، وهي مش حاجه مستحدثه على الاراضي المصريه او على الطينه او التربه بتاعت نهر النيل. لدرجه ان انت لو بصيت على بعض المقابر او جدران المقابر المعابد المصريه هتلاقي ان في نقوش موجوده هناك على شكل نبات الملوخيه. اساسا انت متخيل مستوعب قد ايه كانوا بيقدسوا نبات الملوخيه وكانوا معتبرينه حاجه قيمه جدا عندهم. نبات الملوخيه رغم عراقته ويعني وصموده على مر التاريخ في تاريخ الاكلات والاطباق المصريه وحب المصريين الشديد جدا ليه على مر التاريخ ده كله، الا ان هو مسلمش من واحده من اخطر وابشع الحاجات اللي ممكن تحصل لاي بني ادم او لاي حاجه في التاريخ، الا وهي التاليف او الكلام المغلوط او بمعنى اصح الفتي. دلوقتي بقى ازاي الملوخيه اساسا ازاي الملوخيه حرام؟ القصه دي بترجع لسنه 1805 لما الخليفه الفاطمي ابو علي منصور بن عبد العزيز او زي ما هو معروف باسم الحاكم بامر الله امر فجاه مره واحده كده ان لا انا لازم احرم الملوخيه يعني. وفجاه فعلا اصدر فرمان من ضمن فرماناته الشاذه اللي كانت معروفه في الوقت ده من التاريخ انه بقى هيحرم على الشعب المصري في الفرمان ده حاجتين. الحاجه الاولى الا وهي اكل وزراعه نبات الجرجير، والحاجه الثانيه هو اكل وزراعه نبات الملوخيه، لا وكمان قتل واعدام كل مين يزرع الملوخيه او ياكلها من ورا
الحاكم بامر الله. متخيل ممكن حد يتعدم ويموت وحياته تنتهي كده للابد عشان بس كان نفسه في طبق ملوخيه على الغدا؟ سبب التحريم ايه طيب؟ هو قال في قلب الفرمان بتاعه ان نبات الملوخيه ده نبات سام جدا جدا جدا، وممكن يسبب اضرار ومشاكل في المعده عند اي حد ممكن ياكله. لا ومش امراض عاديه، لا ده امراض تؤدي للوفاه على طول. بس بقى الحاكم بامر الله كان عنده سبب تاني كده هو مداري عن الشعب، هو ورا تحريمه الملوخيه عليهم. والسبب انه كان طمعان. الباشا كان عايز ياخد الملوخيه كلها لوحده. ليه بقى؟ ده يرجع لان في سنه 973 ميلاديا الخليفه المعز لدين الله الفاطمي كان بيشتكي من الام شديده جدا في المعده عنده، والدكاتره ساعتها وصفوا له ان هو يشرب او ياكل نبات الكريت واللي هو كانت الملوخيه وقتها. والمعز شربه فعلا وبدا يتحسن تحسن شديد جدا، وتحسن غريب، وبدا نشاطه وحيوته ترجع له اكتر من الاول كمان. لا يعني وفي اقاويل تانية اتقالت ان الملوخيه دي منشط حاجات تانية. ساعتها بقى المعز اتجنن بالنبات ده وبقى مهووس بيه جدا وحبه قوي، لان هو فوق الفوائد الكبيره بتاعته دي اللي هو نعم بيها، حب طعمه، استصاغ طعمه، لان هو فعلا حاجه حلوه تتاكل. المعز بقى وقتها امر ان نبات الكريت ده يتزرع في كل جناين مدينه القاهره تما، عشان وقت ما يحب يستخدمه بكل اريحيه. لا وكمان كل حكام الدوله وكل المعاونين وكل رجاله المعز لدين الله حتى وكل الحاشيه بالخدم زرعوا نبات الكريت ده في جناين بيوتهم، وكمان اتزرع في القصر الملكي بتاع المعز، لان هو حرفيا بقى مجنون بالنبات ده او بالحساء الاخضر العجيب اللي بقى ليه كل الفوائد الصحيه اللازمه لاي واحد ممكن يحتاجها. وبدا الشعب المصري ان هو يكون برضو مجنون وعنده اوبسيشن رهيب بالنبات ده او بالاكله الجديده عليهم دي، لانه برضو فوق الفوائد بتاعتها هم حبوا طعمها جدا يعني. وعشان كده بقى حبيبنا الحاكم بامر الله كان طمعان جدا في نبات الملوخيه ده، ظنا منه ان هو الوحيد في مصر اللي هيبقى صحي بدنيا بقى واقوى وانشط واحد في البلد، وان هو الوحيد اللي هيستفاد من الفوائد التانية بتاعته. المهم الشعب المصري فضل على الحال ده كتير قوي، وان هو بدا يحس باحساس وحش، وان يعني ليه يعني الشعب عايز ياكل الاكله اللي هو بيحبها، يعني ليه اتحرمت. وفضل الشعب يائس جدا بسبب القرار والفرمان ده، لان معلش يعني هتاكل ملوخيه ولا يعني هتموت ولا تاكل ملوخيه، يعني فاهم، اختار. المهم الشعب يفكر نعمل ايه. لقيناها، احنا نزرع الملوخيه في اماكن بعيده ونائيه ومحدش يعرف عنها حاجه حتى الحاكم بامر الله ذات نفسه، وبعد ما يخلصوا الزراعه بتاعتها هناك يهربوها للشعب المصري جوه مصر. يعني انت تخيل الملوخيه كانت بتتهرب للشعب، فالشعب المصري كان حالته ميؤوس منها جدا، وهو ده كان قرارهم الوحيد او الحل الوحيد عشان الشعب او الراجل المواطن المصري يستمتع هو واسرته بطبق ملوخيه لذيذ جدا على الغداء ولو مره واحده في الشهر. الطشه وجمال الطشه وحلاوه الطشه وروعه الطشه كده وهي نازله سخنه مولعه على الملوخيه وتضيف لها طعم ولا اروع ولا ألذ. اكيد طبعا الملوخيه ما تبقاش ملوخيه او ما يبقاش اسمها طبق ملوخيه مصريه اصيله الا لما يكون معاها الطشه بتاعتها. يعني معلش هو ممكن عادي جدا ان الملوخيه تتعمل من غير طشه براحتك، انت حر، محدش ارغمك على حاجه او انها لازم تتعمل بطشه، بس احنا متفقين وكل المصريين كل اي حد داق ملوخيه او اكلها في يوم من الايام متفق ان الملوخيه احلى مليون مليار الف مره بالطشه بتاعتها، وانت عارف كده كويس. والناس اللي بتحب الملوخيه او هتدوق الملوخيه اكيد طبعا هتحبها بالطشه اكتر. الملوخيه يا سيدي والطشه بتاعتها عاملين كده زي ما مثلا اروح اقول لواحد صاحبي ان عارف فلان صاحبنا اللي كان موجود معانا في المدرسه الابتدائي لما كنا مثلا في 6 ابتدائي، اهو فلان ده سافر بره دلوقتي، بس انت ساعتها بقى هتحس ان هو لا الموضوع مش ما يستاهلش الحكايه كده، حاسس الموضوع يعني باهت شويه او يعني فاتر كده ما فيهوش روح، يعني مش هيضيف للقعده حاجه لو انا حكيته بالمنظر ده او بالشكل المبسط ده. بس فاقوم اروح اقول له بص يا سيدي، عارف فلان اللي كان معانا في المدرسه لما كنا في 6 ابتدائي، او فلان ده بقى الدنيا لعبت معاه وبقى حظه من السما، دلوقتي بقى مسافر بره وشغال شغلانه انما وعامل ملايين، لا وكمان متجوز اجنبيه يا عم، يعني يا بخته. شفت الفرق؟
اظن واضح يعني. فلان او صاحبنا اللي كان معانا في ابتدائي ده اللي صاحبي جاي يكلمني عنه ويقول ان هو سافر، انا ما اعرفش حاجه عنه، انا ماليش تواصل معاه، ما اعرفش اي معلومات شخصيه تخصه، فبالتالي سهل جدا عليا ان انا اصدق حاجه ممكن يقولها شخص تاني عنه ويقولها باي سبايسز او باي اضافات من عنده، انا هصدقها لان انا بيئه مؤهله ان انا اصدق الحاجه دي، لان انا ما اعرفش الحقيقه فين. فالشخص الاقرب لي هصدقه طبعا، لان ليه اكذبه؟ هصدق بقى ان الراجل الغلبان ده يعني بقى سافر وبقى مدير مثلا اي شركه وبقى معاه ملايين واتجوز اجنبيه و و و و و على الرغم اصلا ان ممكن يكون الراجل ده يعني ماشي سافر بره مصر، ودي الحاجه الوحيده الصح اللي ممكن تكون اتقالت في القعده دي كلها، بس ممكن يكون سافر وشغال شغلانه مش عاليه قوي، والراجل بيحاول ان هو يأمن لنفسه ولعيلته معيشه محترمه، وهو لا متجوز اجنبيه ولا عنده ملايين ولا حاجه. وده يا صاحبي ببساطه هو قوه الكلمه او الفتي بمعنى صح زي ما قلنا في الاول كده، وبالاضافه للطشه بتاعته. ادي لاي حد في الدنيا القوه والظروف والطريقه المناسبه وهو يقدر يخلي كلامه مصدق بالنسبه لك بنسبه 100%. عشان اثبت لك ده كويس خلينا نرجع لورا حبتين كده في الفيديو ده. الحاكم بامر الله لما جه يحرم الملوخيه ما حرمهاش عشان هو طمعان في فوائدها زي ما انا قلت قبل كده، او عشان هو طمعان يكون اصح واحد في البلد، او عشان يستخدمها كمنشط لوحده بس في مصر. لا خالص. ولا حتى قال للمصريين انها نبات سام وغير قابل للاكل وممكن يسبب امراض لاي حد ممكن ياكلها ولو معلقه واحده حتى. السبب الحقيقي ورا ان الحاكم بامر الله يحرم الملوخيه هو انه كان بيكره دمشق جدا، ومعاويه بن ابي سفيان كان هو الحاكم بتاع دمشق ساعتها، وكان بيحب الملوخيه زي عينيه، وده سبب كره الحاكم بامر الله للملوخيه بس، وبالتالي هو حرم زراعتها او اكل المصريين ليها بتاتا، لان هو مش عايز حتى حاجه تفكره بمعاويه بن ابي سفيان. بس كده حرفيا هو ده السبب. الحاجه الوحيده الصح اللي انا قلتها في القصه دي كلها هو فكره تحريم الحاكم بامر الله للملوخيه على المصريين، وده ده فعلا حصل. بس انت بقى ما كانش عندك اي استعداد ولو 1% ولو ذره حتى انك تشك في المعلومات اللي انا قلتها لك، لانك ببساطه ما كانش عندك استعداد. ليه هيجي في دماغك انك تشك فيا ولو لحظه مثلا؟ فساعتها انت ما فرقش معاك ان الكلام ده ممكن يكون صحيح او مغلوط او لا، فانت كان ممكن بكل بساطه تطلع من الفيديو ده متاكد من المعلومه دي بنسبه 1,000,000% عشان اتقالت جواه. هو هتصدق بقى ان الملوخيه اتحرمت على المصريين عشان كان منشط والحاكم بامر الله كان طمعان فيها وكان راجل كذا وي 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 وي. بس لا، واحده من افظع وابشع الحاجات اللي ممكن تمر على البني ادمين في حياتهم هي الفتي والتاليف والتحوير في الكلام واضافه كل البهارات الممكنه والاضافات اللي ملهاش اي لازمه على اي حوار او على اي قصه ممكن تتحكي لاي بني ادم، عشان بس ان القصه تكون افضل او تكون قابله للسرد والحكي، وانها تكون ماتيريال، انها تبقى حاجه مثيره تقدر تحكيها لاي حد وانت قاعدين. او بمعنى مبسط او اكتر وضوحا انك تضيف الطشه على الملوخيه بتاعتك. بس الملوخيه حرام والطشه برضه حرام، والامثله بقى كتيره قوي على الكلام ده. حتى كمان في امثله في القران الكريم عن الكلام ده. في سوره الكهف لما تذكر القصه بتاعت اصحاب الكهف، وان اهالي القريه كلهم وقتها بداوا ان هم كل واحد فيهم يطلع اقاويل عن عدد اصحاب الكهف في الوقت ده، ومحدش فيهم حرفيا كان يعرف ايه عددهم اساسا، وكله بدا بقى يقول، يعني اللي يقول 3 ورابعهم كلبهم، واللي يقول 5 وسادسهم كلبهم و7 وثامنهم كلبهم. فما فيش حد اصلا كان عارف، بس كله خد الوضع سمردحه وبدا ان هو يفتي في الحوار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ختم الايه بده: قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. صدق الله العظيم. فبلاش صدقني، وخليك فاكر ان الملوخيه دي حرام، وان اضافه الطشه على الملوخيه بتاعتك هتبقى حرام اكتر. شكرا ليك جدا لو انت وصلت لاخر الفيديو ووصلت معايا للنقطه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. شكر خاص وشوت اوت كبير جدا لصاحبي وحبيبي عبد الله حسن ان هو صاحب الموسيقى في الفيديو ده. خش طبعا عبد الله بيعمل ميوزك جامده جدا هتعجبك، صدقني هتعجبك. فانزل اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول. احنا داخلين على تقيل جدا. وانزل تابعني وتابع الحساب بتاعتي وتابع حسابات عبد الله، ما تنساش حسابات عبد الله. سلام.